الإسكندرية جمهورية مصر العربية، دولة المقر لأمانة اتحادكم الموقر. وأرحب باسمكم جميعا وباسم الشيخ صباح جابر العلي رئيس الاتحاد السادة وزير النقل، والذي قام هذا الاجتماع لمجلس الإدارة وجمعياته العمومية تحت رعايته الكريمة. قناة السويس بتلعب دور كبير جدا دلوقتي في الاقتصاد القومي المصري، وفي نفس الوقت بالنسبة لمشروع أمل مصر تنمية إقليم قناة السويس، إن شاء الله قناة السويس هتلعب دور أكبر وأكبر مساعدتكم أنتم في جذب أكبر عدد من السفن للمرور في قناة السويس. فأنا بأمل إن جميع الحاضرين وجميع المشتركين إن هم يعملوا بكل جهد وإخلاص لدفع أكبر عدد مزيد من السفن للمرور في قناة السويس، لأن ده بينعكس على الدخل القومي المصري. أن النقل البحري كان ولا يزال وسيظل بإذن الله أحد طرق النقل الرئيسية في ربط الدول العربية بعضها ببعض من ناحية، وربط الوطن العربي بالأقاليم العالمية من ناحية أخرى. وإذا كانت الموانئ العربية هي نقاط الالتقاء بين النقل البحري والنقل البري، فإنها مراكز عمرانية تنمو وتتطور وتتحول مع الزمن إلى مرآة صادقة للنشاط الاقتصادي بها. عندنا خطة طموحة للنهوض بمحطات الركاب. تم الانتهاء على سبيل المثال من محطة ركاب على مستوى عالي جدا في اسكندرية سيتم طرحها قريبا للتشغيل، ونحن على أيضا في العديد من الموانئ البحر الأحمر في نويبع وفي الغردقة وفي سفاجة يتم الآن أيضا تطوير محطات ركاب على أعلى مستوى. المفترض أن إن شاء الله ننتهي بها في بداية شهر يوليو. هناك مخطط الآن يتم إعداده على مستوى الموانئ كلها لوضع خطة مستقبلية، مخطط عام مستقبلي لتكامل الموانئ المصرية، بدل أن يحدث تنافس بين هذه الموانئ. هذا المخطط إن شاء الله هنبتدي فيه قريبا جدا.